السلام عليكم كبيدات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين؟ ايوا كي غادي ماشي من رمضان، الله يغفر فيه الذنوب يا ربي ويثبت الاجر. حبوباتي ما نطولش عليكم، نقول لكم مرحبا بكم في قصتنا جديده. جيت نعاود لكم كيفاش انتقمت من راجلي على خيانته المتكرره ليا. انا هي اللي صبرت عليه 5 سنين قبل الزواج وعام ديال الخطبه. في هاد 5 سنين عمري حصلت عليه شي كذبه. كان معايا احسن واحد، ولكن اللي زاد خلى هاد العلاقه تكون هكا انه كان صديق قبل ما يكون حبيب. ثقت فيه ثقه عمياء قبل الزواج، ولكن عمري عطيته كل شيء. كان ولد الناس صراحه، حتى هو عمره طلب مني ولا قال لي شي حاجه عليه. كانت علاقه مبنيه على الاحترام. سهل الله وتزوجنا. عامين ديال الزواج وحنا باخر وحياتنا زوينه، حتى لواحد النهار قال لي غنسافر نمشي عند صاحبي نشوف الوالده. بحكم حنا ملي تزوجنا بدلنا المدينه. ما ديت ما جبت تشيقته، وفعلا داكشي اللي كان مشى. ملي جا للدار من بعد يومين داز بيناتنا علاقه جنسيه. من وراها مرضى خايبه. تنفخات لي البلاصه اللي فوق العانه وجاني الوجع وشي حوايج عمرهم طراو ليا. مشيت عند الطبيب ملي دار لي الفحص قال لي واش كديري علاقه جنسيه خارج نطاق الزواج. الله ود السي الطبيب، وهذه اللي ما كانت على البال. قلت ليه لا، عمري درت شي حاجه. قال لي عندك ميكروب، وهذا الميكروب كيجي لا مارستي انتي ولا راجلك اول مره مع شي واحد اخر. يقدر يكون ما نقيش ملي دازت علاقه جنسيه. المهم عطاني الدواء وجيت للدار تسنيت وجا وقلت ليه بغيت نهضر معاك. المهم ما بينت ليه والو، تعاملت عادي. قلت ليه عندي ميكروب، فسر لي هذا الشيء. وجهو تبدل، تما عرفت بلي كاينه شي حاجه. بقى كيخربق في الهضره ويبغي يدورها هكا وهكا. قلت ليه هرا تالي نشوف، ما بغاش يعطي ليا. وانا ما عمري قلبت ليه مشقوفو قليل. خديته لقيت صاحبو كاتب ليه كيف جاتك السواري، انت اللي كنتي حارم راسك وتصور البنات، اختاري اللي بغيتي. المهم نوضناها ديال بصح صرفقني وانا نعاودو. عمرنا ما وصلنا للحال اللي وصلنا لهذاك النهار. داز اسبوع انا ما كندويوش. فكرت مزيان ودرت لي واحد لابليكاسيون كنتجسس عليه. الصراحه صدمني، شفت العجب في داك السيد اللي صبرت معاه هاد السنوات كامله. كنت كنقول من مورا الروينه اللي روناها اي حشم، ساعه داك صاحبو غير ما زاد غرقو. دويت بزاف معاه والو. من تما قررت نتبدل، حطيت شي وحده وهزيت شي وحده اخرى. كنت كنشوفو كيخوني ما كنقول والو، صبرت. كنت كنبغي نمشي نشكي على ميمتي ولكن بعيده عليا. ضغط المرار بوحدي. كنت مره كندخل الحمام ونطلق الدوش ونبكي حتى نطيب باش ما يسمعنيش. ومره كنهز طوموبيلتي ونمشي حدا البحر. خدمتي كرهتها، حياتي كرهتها. من بعد قررت ناخد حقي بيدي. عام وانا كنخطط. اول حاجه درت رجعت كيف كنت، تهليت في راسي وكنعاملو عادي واخا كنشوف كل شيء. قلت لا تقاد غادي نلغي هادشي اللي قررت ندير. شويه التالي اللي كانت في لابليكاسيون ما بقى كيبان ليا لا بنات لا والو. قلت الحمد لله، يمكن اعرف راه هادشي ما خدامش. داز الشهر وانا بخير، ارتحيت نفسيا شويه وصافي انوليت داكشي. حتى لواحد النهار كنت ناعسه، نط وانا كنسمعو كيدوي في التالي بشويه. قال شي وحده بلي نسى التالي اخر في جيب الجاكيطه في الخدمه. ايوا واش نقول لكم، تصدمت وجاتني الساكته المسكوته. بت الليل كامل وانا فايقه كنفكر. فقت الصباح لبست مشيت للخدمه. دخلت لعند المدير قلت ليه بغيت كريدي. بحكم هو ظريف ما رجعش ليا في وجهي. كانت هذه اول خطوه ديال الانتقام. جيت عند راجلي العزيز الكذاب الغدار. قلت ليه ناخذ الدار وغادي نديرها في سميتنا بجوج، ولكن قلت ليه كيفاش وكي درت ليها هذه مفاجاه. من نيتو طيقني، كان كيسحاب لي انا ما في خباري والو، ولكن سكاتي فاتني بزاف وبزاف. كلكم تشوقتوا شنو غندير. انا نقول لكم الخطوه الثانيه. عيطت لاختي قلت ليها بغيتك توقفي معايا. قالت لي فاش. عاودت ليها كلشي. قالت لي اشنو غندير. في الاول رفضات. ملي صيفط لها التصاور والصهاري ديالو اقتنعت. كان خاصني الورقه بلي هي خدامه باش تضمنني، باش ملي نتفاعل في القنصليه يعطيوني الفيزا. ما كانش عندي جوج فرص، كان خاصني ندير المستحيل باش القنصليه تقبل. هضرت مع خويا وصاحبو كانوا بجوج في كندا، وحتى هما طلبت منهم نفس الشيء. صيفطوا لي الوراق. المهم الدوسي ديال الفيزا موجود. واحد النهار كنت راجعه لقيتو جالس مع واحد الخانزه في القهوه. غير ما دزت جعرت عليه وكرهتو دير بصح. ايوا هو ملي عرفني انا ناخذ الدار تهلا فيا. خدا ليا الذهب. المهم خويت ليه جيوبو كاع اللي جامع طبيتو ليه. الخطوه الثانيه دفعت الدوسي، تقبلت الفيزا. داز عندي النهار زاهي. كلشي غيقول لي علاش هربتي وكذا وانتي مالكاش دايره. انا ما هربتش، انا كان هذا قراري قبل ما نتزوج بيه. هو اللي قنعني نبقى في المغرب وبقيت هنا على قبله. في الاخر ولا كيخوني ولا دويت يقول لي ما سوقكش.
الخطوه الرابعه كان عندك ونجي قلت لي سير عند ماماك حتى نلحق عليك. المهم اغلبيه الحوايج في الدار انا اللي كنت باخداهم. بعت واحد الصالون وواحد صغير اخر، داكشي اللي ما عندي الكوزينه عطيتهم لواحد المراه مسكينه ما فحالهاش، خليت لي غير داكشي اللي كان واخد هو. نسيت ما قلت لكمش البنات، كان جامع واحد 8 مليون، قلت لي عطيها ليا، بغيت ندير بها الروتوشات الاخيره، عطاها ليا. لصقت صاوري انا وياه في واحد الحيط وخليت لي واحد التسجيل فيه كاع داكشي اللي عرفت عليه. التصاور ديالو مع واحد الخانزه عريانين، خليت ليه هضره دمرو كيف دمرني. جمعت الفاليزه ديالي ما خليت حتى شطاطه، جيت عند ميمتي الحبيبه تسامحت معاها، ما خلاتنيش نمشي مسكينه، قلت لها ما بغيتش يدوز عليا ميمتي داكشي اللي داز عليك. بابا حتى كبرنا مشيت تزوج ببنت قد بنته، كان ديما عندنا صداع وكنشوف مي مشبيه وصابره على قبلنا، ما طلبتش طلاق وما كان كيعطيها والو مصير، هي وخوتي بجوج كانوا مازال كيقراو، خصوصا ملي مشى خويا لكندا حيت ما بقى اللي يدوي معاه، كان غير خويا اللي كيصير علينا وكان ديما يتناقش معاها باش يخلينا باش نتقداو. ملي خدمت انا وختي ولينا كنصيروا عليهم، وكنشري لخوتي الصغار الكتوبه ونزيد ليهم السوايع نكسيهم، هو مقابل غير مراتو قليل فين كيجي. سامحت مع امي، قلت لها شوفي غادي نرجع ونديك انتي وخوتي الصغار. كان كيسحب ليها غير قلت لها هكاك، هما اللي هزيت لهم الهم بزاف، عطيتها 5 مليون من الفلوس ديال داك الغد، ماشي فلوسو فلوسنا بجوج، حيت حتى انا صبرت وجات فيها وما لبستش باش نجمعها. قلت لها هاد الفلوس صيري بيها ولا خصك شي حاجه خديها منها حتى نصوب ورق الاقامه ونجي نديكم وندير المستحيل على قبلكم. كنت انا البنت الكبيره في خواتاتي، داكشي علاش حسيت بمسؤوليه كبيره جهتهم. قلت لها خبيهم حتى واحد ما يسيق لهم الخبار، وحتى فين غادا انا ما تقولها لحتى واحد. صراحه خرجت لي واحد الحاجه من الجنب، ما كنتش ضاربه لها الحساب، ما قدرتش نمشي بلا ما نواجه داك الخائن. مشيت عنده عند مو وريتو التصاور، ما قدرتش نصبر، بقيت كنغوت وهو كيغوت مو وباه ما فهموا والو، وريته كلشي، تفاتنا تفرقعت خبيت كلشي داكشي اللي كنت شاده في قلبي، حسيت بالراحه صبيته قدامهم وضربني حتى طحت، بقى كيشد ليا من حوايجي وكيضرب، حتى انا جاتني فكره في بالي قلت ما نقيسوش خليها تطلع وتنزل فيه. من بعد خفتي ديك العربيه وتمشي ليا السفيره، صبرت وشدوه والديه، نطست حوايجي قلت لي خليك تبكي الدم كيف بكيت انا، غادي نخونك ونطعنك في ظهرك كيف غدرتيني. وعقل عليها، هزت الساكي وخرجت، حسيت بواحد الراحه شحال ما بقيت حسيت بها. مشيت عند الطبيبه حيت حسيت بشي وجع ملي طحت، ايوا هانيه نعاود نتصدم، قالت لي راكي حامله، ما درتش لها الحساب، عرفتني ملي مبهدله واكله لاصه، دارت لي سيرتيفيكا وما كنتش من العاكزين. جات فوقيتها مشيت ديكلاريت بيه، قرقبوا عليه وشدوه، وانا من بعيد كنشوف فيه والدموع في عينيا، وكنقول واش انا عاشرت هذا 5 سنين قبل الزواج وما عرفتوش لمت راسي. بعد داك النهار في الحبيب بيس انا مشيت بت عند ميمتي، قالت لي مي تنازلي ليه وطلبتني. صباح هزيت الفاليزه ديالي، تسامحت مع امي وصيتها هادشي حتى واحد ما يعرفو حتى خوتي. درتها في الطوموبيل، مشيت شفتو قبل ما نتنازل على الدواء، كانت حالته حاله بحال الكلب، شافني وقال لي سمحي لي ويطلب. انا تبعت صحابي وخليت مراتي وداري، كان واعد غنتبدل، دفت لي في وجهه قلت لي عمر هاد الوجه تشوفو. واحد المحاميه صاحبتي قلت لها الليله اللي قبلت وجد لي الوراق ديال الطلاق، قلت لي بغيتي نتنازل ليك وتخرج سيني، بقى يطلب ويطلب ما صافي انا حقدت سينا، طلقنا تنازلت ليه، هزيت طوموبيلتي ديريكسيون كازابلانكا، لقيت اختي كتسناني قدام المطار، سامحت معاها ووصيتها على الوالده، عطيتها السوار ديال الطوموبيل ومشيت. قلعت الطياره وانا كنبكي، مشيت على امي، خليت دارنا وخوتي، حسيت بلي هاد البلاد ظلماتني. بابا سمح فينا وعشنا تكرفيس، راجلي اللي ضحيت معاه خانني وضربني وبهدلني، سمحت في خدمتي اللي شحال وانا مكرفصه غير باش نخدم ونعاون ميمتي. مشيت وخليت كلشي ورايا وبديت حياه جديده. وانا جيت البنات الحمد لله، عاودت لكم قصتي وجيت نقول لكم انا خدامه دابا الحمد لله في كندا، ولدي عنده 3 سنين، وامي وخوتي جبتهم لعندي وعايشه بخير، وهو ما عمري رجعت سولت عليه ولا قلبت عليه، غير امي ملي كانت تما كانت كتقول لي شحال هو كيقلب عليك، وخلى ديك البلاصه فين كنتو ساكنين وجا عند مو. واختي اللي عاونتني باقا في المغرب تزوجات مره كتجي لعندنا. بابا اللي سمح فينا عايش السم مع مراتو، ملي كبر ما بقاش كتديها فيه. عائلتي الكبيره عماتي قطعت معاهم العلاقه حيت ما عمرهم حملونا، وهما اللي كانوا سباب، كانوا كيحرشوا بابا وبقاو حتى فارقوهم عاد ارتاحوا، واخا ما كانوش مفارقين في الوراق ولكن مفارقين في الواقع. هاد الحياه عطاتني بزاف ديال الدروس، تعلمت بزاف وعرفت بلي قرايتك وخدمتك وفلوسك هما اللي يعاونوك. بالنسبه للكريدي بزاف البنات غيتسائلوا علاش خديتو، حطيته في الكونت باش تقبل ديك الفيزا البنات. المهم البنات هذه هي قصتي، شكرا بزاف على الاستماع. البنات ما تنساوش لي التعاليق ديالكم، لي كوموندير ديالكم من صاحبه القصه، لي جيم، صابوني اللي باقا ما دارتهاش. السلام عليكم، القصه المقبله ان شاء الله، تهلاو فراسكم.